اهلا وسهلا، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحه؟ مزيان؟ توحشتكم وتوحشت نوقف قدام هاد الشاشه ونهضر بحال هكا ونتحتو. والله البنات الى صراحه توحشت انني نهضر هكا نجمع. كان شويه دوك الفيديوهات مونسيني، ولكن لظروف الانسان فاش كيكون هكا عيان ولا مريض او لا كاينه شي حاجه، صافي ما كيبقاش عنده الخاطر. نتمنى ان شاء الله نكون مزيانه ونرجع معكم. شنو نقول لكم؟ في هذا الفيديو راه غير بغيت نشارك معكم هذه الطريقه ديال السلوه، انما انا جيت بغيت نبارك لكم غير العواشر ونقول لكم الله يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه والرزق وراحه البال وكل حاجه زوينه كتمناها اي اخت ان شاء الله توصل لها البنات. رمضان زوين بزاف صراحه. الله كيجمع ما بين الحباب، كنتجمعوا صراحه فيه بزاف الحوايج زوينين. السلو ديالنا هو هذا البنات، ها نتوما الحداقه. انا غنبدا نشكر في راسي عاوتاني. المهم البنات، السلو هو هذا، درت التقديم تقليدي ديال الوالدين، داكشي اللي حلينا في عينينا، اللي كانت كدير لنا الوالده الله يطول في عمرها يا ربي ويعطيها صحيحتها. دعوا لي مع ميمتي بالصحيحه وطول العمر، عيانه شويه. والبنات بقاو في مع الفيديو من الاول حتى الاخر، ما غاديش يكون طويل بزاف، غادي يكون قصير. كنتمناه غير ينال الاعجاب ديالكم، وديروا لايك وكتبوا لي كومونتير. و السلام عليكم. بسم الله على بركة الله. هنايا البنات وجدت حمرت الطحين. عندي نقول لكم القياس اللي درت انا. خديت 2 كيلو ديال الطحين حمرتهم. البنات اللي متبعيني في انستغرام شافوني كنت كنحمر في الطنجره ديال عندي واحد الطنجره ديال الضو كتحمر ليا الصراحه زوين. خديت كيلو ونص تاع اللوز اللي قشرته وقليته. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو حمرته في الفران. عندي ربعه ديال الايلان، هنا مسكه حره مدقوقه مع شويه السكر. عندي كيلو ديال الججلان. عندي 3 المعالق ديال حبه حلاوه. هنا عندي كيلو ديال القمح حبوب اللي تا هو حمرته. عندي 3 المعالق كبار ديال النافع، 3 المعالق كبار ديال القرفه. عسل. عسل تكون حره او من نوعيه مزيانه باش غنخلطوا السلو ديالنا. وزيت بلديه، غنتفاداو السكر والزبده. هنا من بعد ما طحنت كل شيء غنقول لكم شنو درت. خديت داك اللوز والنص ديالو هرمشتو باش يبقى باين لينا هكا دوك طروفه ديال اللوز في سلو، والنص طحنتو حتى طلق هذاك الزيت ديالو. هنا كاوكاو حتى هو طحنتو معلك. خليت واحد القياس هكا ديال زلافه صغيره ديال اللوز صحيح. جوج خليت النص حبوب والنص حتى هو علقته مزيان. عندي هنايا ايلان. كنعرفوا ايلان يعني الفوائد ديالو كثيره للجسم ديالنا. وكون ما احسن كون كانت واحد الاضافه مثلا تاع زريعه الكتان، صراحه ما درتهاش حتى هي مزيانه. النافع وحبه حلاوه طحنتهم مزيان وغربلتهم. هنايا القرفه والمسيكه الحره اللي دقينا مع السكر. وهنا هذا هو القمح اللي حمرت وطحنت البنات، غربلته شويه. الزيت بلديه البنات تاع هنا ديال اسبانيا ما كتعطيش النسمه مجهده في سلو. هذاك الشيء علاش الناس في المغرب ما كيديروش الزيت. كاين اللي كيدير واحد شويه مع الزبده، لحقاش كتبقى زيت بلديه صحيه اكثر. هنايا غادا نخلط النواشف هي الاولى، نمزجها مع بعضياتها مزيان. هنا القصريه الصراحه غادا تجيني صغيره باش نجمع فيها هاد العناصر كامله. هادشي علاش طاحت عليه الفكره، ما عنديش شي حاجه كبيره. خديت المجر ديال الثلاجه ديال الخضره، غسلته وهو اللي خلطت فيه سلو. من بعد ما خلطت النواشف عاد باش ضفت اللوز وجلجلان وكاوكاو اللي معلكين، وغادي نخلط داكشي مزيان مزيان هكا بيديا كما كتشوفوا. عاد باش غادي نضيف الزيت والعسل وداك اللوز اللي بقى عندنا. غنخلطوا السلو ديالنا وكيجي البنات
هذه هي النتيجة الأخيرة. صراحة اللون جا زوين والمذاق حتى هو. وغنقول لكم من هنا عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة وراحة البال يا ربي، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله إلى بغى مولانا.